الدحميس والحقرة. مرحبا خوتنا، هل الصوت مليح؟ الصورة مليحة؟ هل الضرب على الشاشة مليح؟ البارطاج من تحت مليح؟ شوفوا لنا إذا الأمور كامل مريقرة ولا لا. هل كل شيء على ما يرام؟ غبنا شوية وعباك الفضائح راهي واصلة هنا. ما يمكنش. وزيد على بالك كاين عوايد راكم تعرفوا القوة الضاربة، نظام الكاس يدور على قول التبون. الأمور تجي في منتصف الليل، انت تريح تجيك برقية تاع وكالة الأنباء الجزائرية فايتة. دوك نتكلموا عليها، نتكلموا على الانسحابات بالجمع، جمع انسحاب، عمليات انسحاب المتتالية. الرقم القياسي العالمي اللي سجلته الجزائر الجديدة، ماركة أيضا مسجلة جديدة باسم الجزائر، راح نسجلوها في تراث اليونسكو بإذن الله، راهي دوك نتكلموا عليها. وفرنسا ماماهم. مرحبا بكم جماعة. نسمعوا برك، نشوفوا نديروا طراش طلع الإعلام الجزائري. والله توحشتهم صراحة. رانا غبنا ايامات اصاحبي. سمعوا واش راهم يحكيو، كش ما كش ما تبدلت، كش ما نحكيو على بلاد جديده، كش ما واش الجديد. الاعلام الجزائري باسكو حنايا قاره وما قريه من الاخر، فاهم؟ وما شويه يحبوا ينحوا هذيك شويه وننزلوا نحوا لهم هذيك شويه ولو ما كاش، راك فاهم؟ حنا دوك نديروا الصحراء الغربيه ونزيد نديرو هذيك تاع اللي جايه من تحت، هذيك الجهه الكولوار وين يجوز الريح، زيدوا نغلقوها تولي انتيك، ما كاش يجي كاع الريح، راك فاهم؟ بس السياده تاع الوطن ما كاش كيف السياده تاع الوطن، السياده قبل كلش على كل حال، قبل كره قادم. باسكو حنا هذا البالون السياده يا اخو، حنا نطلعوا نسيبورتيو بليزير، نحب ليكيب تاعي بليزير يا اخو، ما بقاش ندير فيها سياسه، السياسه خليها ماليها الناس سياسه، حنا مالناش تاع سياسه، حنا تاع بالون، ما كيحبوا يدخلونا في. المهم هذه فقرة العراية. رانا شفنا في العراية في الجزائر واش راهم يديروا. يا سيدي خلي نبدلوا الجو. انا والله ماني اصلا، راني تعبان شويه، عياوني، لا ولو انه العراية رانا في العالمية. تحية فلسطين يا اخو فلسطين فيفا الجيريا. Was hast du gesagt? Das ist jetzt kompliziert. Das ist jetzt kompliziert. 1 2 3 فيفا الجيريا. Und du bist vollkommen bereit. هاتو Bruder, حاشا فلسطين. فلسطين يا اخو، الصحراء الغربية يا اخو. ما بقات الصراحة البلاد هذه. لا جو سي با، اني قلت لكم نهار الجمهورية الجزائرية هذيك نحيها، يسطبل الجزائر الجديدة. ما بقى. على كل حال اني قلت لكم الفقرة تاع العراية ما نطولوش فيها، باسكو سينو راهو راسنا خويا نروحوا. قلت اليوم نتكلموا على مصالح الرقابة. تعرفوا انه في الجزائر تسمى مصالح الرقابة في العالم كامل يهتموا بأمن المواطنين، أمنهم الصحي، بصحتهم، بسلامتهم، بوش ياكلوا وش ما ياكلوش، هل الظروف الصحية في المحلات محترمة. الجزائر الجديدة زعما واش يديروا مصالح الرقابة. هيا نشوفوا باش نبدلوا الجو من هادو القضايا الصحراء والمخزن والقجع انه مالك يا صاحبي. الله اكبر. المصدر تاعها هو الهيئه الامم المتحده. نديروا مثال هنا، الخريطه هنا غير محترمه، غير محترمه المعايير، هذه الخريطه هذه الامم المتحده. الخطا في هذه الزاويه بين الحدود الجزائريه والحكم. انا نعطيك مثال. قال له اسمع، قال له كاين خطا في الزاويه هذه برك، الزاويه هذيك طويله، هذيك شويه، ما وين راح الخط.
الناس في العالم يحوسوا على الظروف عدم احترام الشروط المعايير الصحيه، حنا نحوسوا على الخطوط. مصالح الرقابه في الجزائر يحوسوا على الخطوط. كاين الخط ولا ما كانش؟ شوف الزاويه، شوف تروح بالمؤبد في الجزائر يا جدك، تروح بالمؤبد. وش لي والسنة اني هذا بلاو كامل. ما فهمتش، يضلوا يقولوا لي هما صباح وعشية، المخزن، المروك، القجع، الخريطة، الصحراء، ما على باليش. من بعد انا كي نتكلم على المواضيع انت عامل المخزن تضل تحكي على المخزن. يا ولدي لعنوا الشيطان، راكم انتوما صباح وعشية، القنوات صباح وعشية. هاك مصالح الرقابة، العراية درك في الجزائر، والموضوع تاعهم هو هذا. اسيدي نقولوا نحط الغلطة فيا، نروحوا الوكالة. تعرفوا انه انا عشقي الابدي هو البرقيات تاع وكالة الانباء الجزائرية، فيهم واحد الحلاوة يا جدك، واحد الكلمات، كلمات ليست كالكلمات. وكالة الانباء الجزائرية مدايرين التصويره تاع الثلاثي قيسون تبون والمنفي اللي يمثل 0.25 من ليبيا. قال لك ميلاد مجموعة الثلاثة بقرطاج. اوكي، قرطاج، تونس، مجموعة الثلاثة هم الجزائر، تونس، وجزء من ليبيا. اوكي، المغرب العربي للعمل بدل مغرب عربي الشعارات. اصلا هذه المغرب العربي الصراحه كي نسمعها راسي يولي يوجع. مين المغرب العربي للعمل بدل المغرب عربي الشعارات. اوكي، الهضره راهي على 3 دول. لا، قال لك كرس عقد تأسيس المبادرة الثلاثية الجزائرية. كم شايفين القضية وين رايحة، باسكو ماهمش رايحين يحكيو على ال3 دول هذه. نعطيكم خيارات كما اليوتيوب درنا. شوف، هو المقال الأصل راهم 3 هادو، تبون، قيسون، والمنفي. بصح المقال البرقية عفوا تاع وكالة الانباء الجزائرية راح تتكلم على بلد آخر، وعندكم 4 اقتراحات. 1 ترينيداد وتوباغو، 2 السويد، 3 منغوليا، 4 هاك ما نذكروش الاسم. هو كاين اللي عندهم شويه حساسيه وكلش نحترموا الحساسيات. دونك عطيونا الرقم تاع الدوله اللي راح يتم طرح اسمها. عندكم 1 2 3 و4 هاك. قدر 2 السويد. قال لك كرس عقد تأسيس المبادرة الثنائية الجزائرية التونسية الليبية. دبلوماسية البراغماتية، الله أكبر. يتشكل ظهور هذا التكتل الإقليمي الجديد. انت كي تسمع التكتل الإقليمي تقول كاين وزنه هيبة ومواقف. 3 وما في 3 للأسف، مع احتراماتنا للجميع. دليلا على أن الحركة في السياسة مثل ما هو الشأن في الحياة، دائما ما تكون أفضل من الجمود. دكاترة في الحياة في وكالة الأنباء الجزائرية. عجبتني أنا العبارة هذه. وقد اختلف الملاحظون حول تسمية القمة التي جمعت الرؤساء الثلاثة الجزائري والتونسي والليبي بين، اسمعوا مليح، اتفاق قرطاج، اتحاد المغرب العربي مكرر، وثلاثي تونس. أنا عجبتني ثلاثي تونس. مع العلم مرة أخرى كما قلت قبيل، راهي برقية تاع وكالة الأنباء الجزائرية التابعة للرئاسة الجزائرية، ميزانيتها ملايين الدولارات. تقول لك اختلف الملاحظون حول التسمية، ويعطيك تسمية تقول راك في تعبير كتابي تاع ولاد صغار.
وكالة الأنباء الجزائرية، ثلاثي تونسي يا جدك. كانت واحدة السلسلة فكاهية اسمها ثلاثي الأمجاد في التسعينات في الجزائر، يرقصوا ويشطحوا. قال لك ثلاثي تونس. ايه انا عجبتني ثلاثي تونس. كما كانت للمشككين توقعات حول نتائج هذه الثنائية، متنبئين بعدم انعقادها ابدا. جماعة رانا وصلنا، عطيتونا في رايكم شكون البلد اللي رايحين يتكلموا عليه الان؟ رانا وصلنا للمسقي. من هو البلد اللي رايحين يتكلموا عليه في؟ علاش تحطوا في 4؟ علاش؟ لا حول ولا قوة. خليونا نديرو شويه السسبانس، خليونا نديرو ندخلوا فيها عنصر التشويق. واحد ما يقول السويد مثلا. وكان وزير الشؤون الخارجيه، ما نقولوش شكون، في اسمه فيلالي، مسمينه كاتبين فيلالي، قد اعلن حينها عن تجميد اتحاد المغرب العربي، ومنذ ذلك الحين تم تعطيل كافة مؤسسات الاتحاد باستثناء الأمانة العامة لهذا الاتحاد التي وضعت تحت رقابة، دونك نقول لكم تحت رقابة شكون؟ دونك نقول لكم رقابة شكون؟ دمية المخزن فوجي لقجع. كي تقول لقجع تقول المخزن، وكي تقول المخزن تقول لقجع. وليعلم الجمهور الجزائري. عرفتني، كي تقول مخزن تقول لقجع، كي تقول لقجع تقول مخزن. على اساس القجع هذا جا من كوريا الجنوبية. ما فهمتش. مواطن مغربي، اي مواطن مغربي تقول مغربي تقول المخزن، تقول المخزن تقول المغرب. عادي، المخزن هو المخزن عادي نورمال. ناس عندهم حكومات، ناس يسميون تقول المخزن تقول لقجع، تقول لقجع تقول المخزن. إنه المخزن. الصراحة ما تلقى الغنية هذه قلت لكم. لقجع لقجع والمخزن لقجع لقجع نار المؤامرة. وكالة الأنباء الجزائرية. دوك نرجعوا لوكالة الأنباء الجزائرية. تم تعطيل كافة مؤسسات الاتحاد باستثناء الأمانة العامة لهذا الاتحاد التي وضعت تحت رقابة المخزن، كما يقول التلفزيون العمومي الذي كان يؤجرها ويستخدمها عند الضرورة لإطفاء الشرع. قال لك المخزن منين هكا يريح يستأجر اتحاد الأمانة العامة اتحاد المغرب العربي ويستعملها سيرفيس تاكسي، سيارة أجرة هادو. دونك جماعة كما درنا قبيل، جاء وقت برك، وقت مستقطع، نديرو برك واحد التذكير. دونك بسم الله. للإجابة على السؤال في من يتحكم المخزن: البنك الدولي، الفيفا، الكاف، مجلة ليكيب الفرنسية، مجلة جون أفريك، وسائل الإعلام الفرنسية مجتمعة. راك تسمع مليح. الطقس، لأنه الجفاف في الجزائر بسببهم، الحرائق في الجزائر بسببهم. الاتحاد الإفريقي تحكموا فيه خويا. إسرائيل المخزن يتحكم فيها. ودركا نزيدوا اتحاد المغرب العربي. وكالة الأنباء الجزائرية مرة أخرى. هذا بونيس شوقي بن زهرة تاني على كل حال. وش المنطق هذا؟ ما هي الفكرة من وراء كل هذا؟ أنا حاب يوم هكا يجي يوم من الأيام نجي نفتح لايف
ونتكلم في الشأن الجزائري بلا مرة ما نذكر الدولة اللي هاك، لأنه أنا ملزم بالكلام على الظروف تاع البلاد، على الشأن السياسي في البلاد، على ما يحدث، ما تقوله وسائل الإعلام الرسمية، على إذا كاين مشاريع في البلد. احنا هنا المخزن، المروك، القجع، الخريطة، الدحميس، نهضة بركان، المروك، محمد السادس، أزولاي، تطبيع المغرب مع إسرائيل، الصحراء، البطاطيش، البوليساريو. يجدك نبقاو دركا من الوقتاج. الظروف الاجتماعية تاع الجزائريين لا، القجع. المستشفيات اللي هي مقابر في الجزائر لا، المروك. كاين امور تتكلم عليها في اي بلد في العالم، معليش انه تكون قضايا دوليه، تكون ازمات، تكون مسائل هكا يتكلم. بصح حنا راهو صباح وعشيه وسائل الاعلام كلها مجنده. هما على بالنا الهدف طبيعه الحال هو التنويم، هو الالهاء تاع الشعب، قضايا الالهاء. احسن قضيه للالهاء في الجزائر هذه هي، ولكن الانسان لازم يفطن بعد تزيد تروح. هذا راهو برقيه منذ لحظات برك تلقى فيها المخزن، ما كانش حاجه ما تلقاش فيها. ومن بعد يكملوا هذه الاتحاد المغرب العربي ونزيدوا نتكلموا عليها في قادم الايام. على كل حال على القضيه هذه تزيد تروح الرياضه، لانه اليوم لازمنا نديروا فقط حوصله، سينو ما يكفيناش الوقت، ما نقدروش، لازم تقعد 10 ساعات. تروح الرياضه. هنا الصراحه درنا انجاز كبير، اننا الجزائر بفضل الحنكه والحكمه تاع قيادتها الرشيده، متمثله في الرئيس المعين تبون وفي الجنرالات الذي عينوه، حققنا رقم قياسي عالمي. وعندنا قضية لابد أننا نسجلوها في تراث اليونسكو وتكون محمية، وأنها باسم الجزائر باش ما يسرقوها الناس. هي أننا حط أول بلد في التاريخ ينسحب 4 مرات في ظرف أسبوع واحد. 4 انسحابات، 4 عمليات انسحاب عفوا. أسبوع، على قول ترزيق قال لك أسبوع الشكارة حليب ما يبقاش الأزمة، والأزمة راهي في 5 سنوات مستمرة. احنا في أسبوع انسحبنا 4 مرات. أعطيوني بلد وحيد في العالم قدر ينسحب 4 مرات في ظرف أسبوع. أتحداكم. الإنسان لما يكون لما تكون أمور إيجابية في البلاد لابد أنه يذكرها. وأنا أيضا راح ندخل في المادة. كنت تشوفوا مؤخرا الناس اللي يحبوا يبداو يحتاجوا شوية مصروف من عند القنصليات ومنا، يقول لك أنا معارض، لكن لما يقوم النظام الجزائري بأمر إيجابي نقولوا. أنا تاني دخلت في المد هذا وبعتوا لي 50 يورو تاعي قنصلية الجزائر في ليون. راني قلت المحاسن، أنا تاني درت نفس الهدة. هذه إنجاز كبير. شكون ينسحب 4 مرات في ظرف أسبوع؟ هو شكون يقدر لها؟ اتحاد الجزائر انسحابين شوكر. خسارة 6-0 على البساط، انسحابين في ظرف أسبوع. منتخب كرة اليد في بطولة العرب للشباب في الدار البيضاء انسحاب، خسارة على البساط 10-0، رانا في 16-0 في المجموع. الفريق تاع الجمباز اللي كان من المفروض يكون في مراكش حتى ينافس من أجل مقاعد في الألعاب الأولمبية في باريس 2024 انسحاب خويا. أسبوع واحد إنجاز. الناس ما كانش اللي قدر. شفنا عمليات انسحاب في التاريخ، لكن انك تنسحب 4 مرات في الجزائر لابد انك تكون النظام الجزائري، لابد انك تكون لا وزن لا هيبه لا مواقف.
الانسحاب بسبب ماذا؟ المضحكات المبكيات. الانسحاب بسبب ماذا؟ كاين فيديو معبر جدا، فيديو ساخر لكنه معبر. صراحة في بعض الأحيان الصورة خير من ألف كلمة. نظام أرعبته خريطة، نظام أرعبته خريطة. 4 انسحابات في ظرف أسبوع بسبب خريطة. تدمير تاع حياة تاع رياضيين كان من المشكل ممكن يشاركوا في الألعاب الأولمبية. فريق تاع اتحاد العاصمة اللي كان هو حامل اللقب تاع كاس الكاف السنة الماضية مع بن شيخة، الله يذكره بالخير. منتخب تاع الشباب، بطولة العرب للشباب لكرة اليد، دمروا لهم تاني المشوار تاعهم. سي انكرويابل. سكيزوفرينيا، سميها سكيزوفرينيا، سميه جنون جماعي، سميه لا وزن لا هيبة لا مواقف لا عقل. دوكا نوصلوا المسألة اللي نوعا ما مسألة سياسية واللي مرتبطة بالقضية اللي النظام الجزائري عنده هوس فيها. النظام الجزائري من أجل هذه ما يسمى قضية الصحراء، الوهم هذا المسمى الصحراء القربية اللي كان غير في مخيلتهم، خلق أزمة دبلوماسية مع نادي تاع كرة قدم أول مرة في التاريخ، سابقة في تاريخ البشرية، وخسرها ب6-0. النظام الجزائري 0، شيد حميس عفوا نهضة بركان 6. أول مرة تجرى مباراة بين نظام بين دولة مع نادي تاع كرة قدم، وزيد الدولة خسرت. ما عليناش بصح نقولوا حنا درك هذا نادي تاع كرة قدم بسبب خريطة تحمل الأراضي الأقاليم الجنوبية للمغرب. دونك لو كان تجي دولة تعترف بالسيادة تاع المغرب على الأراضي هذه، ما نطلقوهاش. هذا نادي تاع كرة قدم وخلقنا معاه أزمة. دونك كي تجي الدولة صاحبي نخلطوها حنايا، نحاولوا برك ما نسمعوش المقطع، نسمعوا برك جزء صغير جدا باش تيك توك ما يهبطناش، لانه كي يكون المقطع بالفرنسيه وراني نترجم الكلام باش برك انصار النظام ما يقولكش راك تكذب. Vous allez produire de l'énergie dans la région de Dakhla. Vous en avez besoin dans la grande métropole de Casablanca. Il faut construire des réseaux électriques pour transporter cette énergie entre Dakhla et Casablanca. Je vous confirme que nous sommes prêts à participer au financement de cette infrastructure. انصار النظام درك نشرحوا لكم. وزير كنا تكلمنا منذ اسبوعين على وزير التجارة الفرنسي منذ اسبوعين اللي تكلم على نية فرنسية من اجل الاستثمار في مشروع في الداخلة. المشروع غير مهم بالقياس مع القضية اللي هي اكبر. هو خط كهربائي عالي الضغط يربط مدينة الداخلة، ولو انه عنده اهمية استراتيجية تخص المملكة المغربية على كل حال، هذه مشاريعهم تخصهم. يربط بين الداخلة والدار البيضاء. اوكي، نية من فرنسا انها تستثمر في الاقاليم الجنوبية في المغرب. النظام الجزائري حرك شوية اعلام تاعو، تكلموا على القضية هكا سطحيا وقال لك فرنسا والاستعمار وكلش، بصح رسميا ما كان حتى رد. هذا كان وزير مكلف فقط، سي مينيستر ديليغي، سي فرانك ريستر. بصح منذ يومين لما كانوا الشبيبه لاهيين مع الدحميس
ولو انه انا نتساءل كيفاش ولا واحد. قضيه المفاعل النووي انا لا تهمني، هذيك قضيه تهم المغرب وعلاقتها مع فرنسا. حنا نتكلموا على المساله المرتبطه بالداخله، قضيه تاع المفاعل النووي، ولا هذيك قضيه تخص الجهه الاخرى. دونك قال لك وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لو مير بأنه فرنسا ماشي نية الاستثمار، ستستثمر إذا أراد المغرب ذلك. وين تستثمر؟ تعرفوا أنه مشكل كبير من أنصار النظام الجزائري وكثير ممن يناصرون النظام الجزائري عن جهل، انهم اصلا ما يعرفوش واش معناتها اقاليم جنوبيه، الصحراء، هذه الكلمه تاع الصحراء الغربيه واش معناتها. كثر قاعدين يقولوا مثلا اذا المغاربه صح يحطوا الخريطه على الصدر تاعهم مع شيد حميس، يروحوا يديو الاراضي هذيك على اساس هي الاراضي ماهيش تحت السياده المغربيه. هما راهم حاطين في العيون، راهو البطوش براهيم قالي راهم داير اتاي ومداير الخيمه، وراهو يوسخ في الدنيا لانهم يعرفوا غير الاوساخ، الميليشيات تاع البوليساريو البطاطيش. لا صديقي، هذيك الاقاليم راهي، والمنطقه اللي راهو يتكلم عليها برونو لو مير، اسنا اذا لقينا فقط في الخريطه المشكله هذه ما وجدتهاش، سامحونا برك. نشوف لكم وحده تبان فيها الداخله بالضبط اين تقع. هذه شويه صراحه، لكن الداخله راهي هنا. وصل راهي تجي خارجه قليلا. على كل حال في اقصى جنوب المملكه المغربيه. دونك فرنسا الرسميه، الدوله الفرنسيه تعرب عن اقتراح رسمي تقول بانه اذا اراد المغرب راح نستثمروا في مشروع هذا الخط الكهربائي اللي يربط الداخله بالدار البيضاء في الاقاليم الجنوبيه، فيما يسميه النظام الجزائري الصحراء الغربيه، اللي خلق عليها ازمه قد السماء مع نادي تاع كره قدم وخسرها ب 6-0 بسبب خريطه كامله للمغرب. انت نادي خلقت معاه ازمه، دونك كي تكون بلاد تعلن الحرب، وانا الحرب هذه ساخوضها مع شنقريحه، انا وهو كتف مع كتف، بسم الله. ولا ماما فرنسا صعيبه، اتاي الدحميس مليح نديرو معاهم جو. ماما فرنسا قال لك تبون وشنقريحه، لا 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 خويا نديرو، احنا عندنا سوبر بوفوار، عندنا قوة خارقة. سوبرمان يطير، اكوامان يدخل الماء بلا ويتنفس، ايرون مان الحديد. النظام الجزائري انسحاب. لا وزن لا هيبة لا مواقف. على كل حال اوروبا الطار، فرنسا راهي راح تستثمر في الداخله، نسحب نديروا معاهم ازمه. لا 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 لا، اوروبا الطار نسحب، تلقاهم هكا بالتركي والكي نسحب. ايش بيك؟ العهده الثانيه تاع تبون، كيفاش نادي رياضي ديروا معاه ازمه، والنادي الرياضي مسكين حط خريطه برك. فرنسا راهي قالت لك نستثمر الدراهم خويا، اليورو والدولار. ردوا سيدي تفضلوا، ورانا معاكم، انا نيمه هنا. تعرفوني نحب البطاطيش انا. هيا سيدي. ومرة أخرى دون سوء نية، أنا راني دلال خير النظام الجزائري، راني برك نقول لكم واش صرا. راني جبت لكم الفيديو والكلام صوت وصورة تاع برونو لو مير.
كيفاش اتاي الدحميس والخريطه شفتوهم؟ وزير الاقتصاد الفرنسي واحد من الناس المرشحين لخلافه ايمانويل ماكرون، برونو لو مير، راهو غير يطلع الاسهم تاعو، راهو غير تطلع، ومن بكري عنده نوايا رئاسيه. كيفاش برونو لو مير ما دار لكمش مشكل وشي الدحميس درتو معاه ازمه؟ اتاي الدحميس هو النظام الجزائري مع المغرب، مع الامارات، مع هما اللي داروا له الفيو. النظام الجزائري في الحاله هذه هو اللي دار الفيو. انني قاعد نبعث لهم، واش فرنسا راهي راح تستثمر في الداخله؟ النظام الجزائري في بلوك، طفي التليفون، روح تخبى، هبط تحت الارض. واش بيك انت نردوا على فرنسا حنايا؟ اي فرنسا يا جدك، ما هم الممتلكات تاعهم لتما، ولادهم لتما. كيفاش اصاحبي؟ درك النظام الجزائري قال لك شوف في القضيه هذه حنا ما سمعناش، لا كونيكسيون راحت، ما عندناش لا كونيكسيون. العالم كامل راهو يهضر، تما راهي تصريح كبير هذا. وانا اول مره انا حاب، انا هذه المره حاب الازمات. انا يا اخي دائما نقول بانه المنطق في العلاقات الدوليه والدبلوماسيه هو اننا نبحثوا على حلول، ماشي هذيك السياسه الحمقاء تاع النظام الجزائري. هيا بصح مع فرنسا انا معاكم، نديروا ازمه. راني قلت لكم رانا هنا خويا، كش ما احتجتوا رانا هنا. ديروا هدا برك، استدعيو السفير. ها غير فرنسا لا ممكنش واحد ينقلب على الحاضنه تاعو، على الام تاعو، لانه هناك عهده ثانيه لتبون. الدعم الفرنسي ضروري لتبون ومن معه لتمرير عهده ثانيه. كنت تشوفوا هما يديروا علاش قضيه هذه نهضه بركان ومنا هي اول هدف وغرض منها، وماشي القضيه في حد ذاتها، هو الالهاء. اصلا الانسحاب الثاني راه جا في نفس اليوم تاع زياره برونو لو مير لما وصلت اتحاد العاصمه. كشما واحد من غيري قاعد يتكلم على القضيه هذه تاع التصريح تاع وزير الاقتصاد الفرنسي، راهو موش اي احد. هذا المره اللي فات كان فرانك ريستر سي ان مينيستر ديليغي، وزير مكلف. دركا رانا مع وزير وانسان ربما مرشح لخلافه ماكرون، واصلا راك هنا مع صوت الدوله الفرنسيه شخصيا. هذا الاصل ما ديرش معاه رباط طاهر. يقول لك خطينات بوليتيك، والله هذيك هي. اوب جماعه نفتح لكم المجال اللي عنده مداخله في القضايا هذه. انا ماذا بيا نبقاو في المساله تاع النظام الجزائري وعدم الرد على فرنسا في وقت انه خلق ازمه مع نادي تاع كره قدم. واحد قال لي قريب نجيبوك ان شاء الله خويا. ان شاء الله. والوزن والهيبه والمواقف تجيبوها معايا ولا لا؟ لا صعيب شوي. لا كان تجي معايا في الطياره بجنبي ما كان حتى مشكل، نجيكم وحدي. نخليو برك باش الكاست هذاك يطلع يعاود ولا يتفتح ولا ما باش كيفاش يقولوا. كواش طلعني دقيقه درك نطلعوكم خاوتنا. ديروا طلبات برك، واللي يحب يطلع يدير تعليق على الاقل. كي تدير تعليق او على ما اظن تطلع مع الاولين. عاد قال لي جي غيان ادير، بقى غيان ادير، بقى لتحت، بقى تسب في التعليقات اذا حاب تسب.
خاصنا نحاولوا والله نبداوها نبداوها علاش كي نجي نطلع التصويرات تعود تبلوكي. السلام عليكم. وعليكم السلام خويا، برك حاول ريق لنا الصوت راه يرجع. راني غلقت لك الميكروفون عاود فتحو كي تريقل اموراتك. وشنو الحل في الوقت الحالي خويا؟ راك شفت برك واش ورينا دوك الحاله تاع مسالخ. راك شفت برك واش ورينا دوك الحاله تاع مسالخ. راك شفت برك واش ورينا هذا باش يهبط لنا اللايف. لأنه الصوت يتعاود وتيك توك يتعاود أصوات من تجيب أصوات من جهة واحدة أخرى تسمى ولا يهبطك. طلعني أخي عندي ما يفيد الصوت والصورة. كاين مشكل في الصوت في الصورة وأنا نقول ما فهمناش الإشكاليات هذو. مساء الخير تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام تفضل. مساء الخير خويا، لاباس عليك هاني خويا؟ الله يرضي عليك، بغيت نسولك غير على الحدود الموروثة عند الجزائر، يعني انت واش كتعترف بها ولا لا؟ بعد كل التعليقات يكون أحسن لك خويا. شكرا لك. جماعة الموضوع راهو داخلي، رانا نتكلموا على شؤون جزائرية، وخصوصا راكم تعرفوا مع الجهة راهي قضايا حساسة وكلش انه الناس تتدخل في بعضها والمشاكل هذه. تما حنا ماناش هنا باش نزيدو نشعلوا الامور وتزيد تجي انت عوض انك تروح تهضر على المصالح تاع بلادك راك جاي تهضر على قضية ما عندهاش علاقة بمصالح بلادك. يضلوا يلونوا في كل واحد يلون في الخرائط. رانا نتكلموا على برونو لو مير، على الموقف الفرنسي، على امور عمليه، والناس راهي تحكي على قضايا اللي تساهم في الالهاء واللي تخلي النظام الجزائري بعد يقول لك راهم يتامروا علينا وحابين يديو لنا الاراضي. وهو الموضوع ماشي هذا. ومن بعد هذوك انصار النظام يولي يقول لك ها الدليل، راهي قضيه سياديه، هذه قضيه تاع الخرائط ومنا. هما المؤامرات راهم في راسهم على كل حال. جماعة نعاودو نخليو الساعة يعاود يطلع الكاست هذا. الجمهور ما خصوش يروح. هذه تعكس افريقيا والنظام الجزائري وما يشوفش لهذاك البعد. الناس اللي يقول لك باللي راهي شغل النظام الجزائري راهو يدير في قضيه حتى باش من بعد الناس ما تروحش للكاس افريقيا. النظام الجزائري ما يشوفش المسافه هذه. كي تقول الكلام هذا راك تقول باللي شغل النظام الجزائري عنده تخطيط وعنده رؤيه وعنده وزن وهيبه. نو، كاينه رئاسيات في سبتمبر 2024. النظام الجزائري اليوم يحتاج إلى كل الأوراق من أجل إلهاء الرأي العام الجزائري، لأن البلاد راهي في كارثة. الظروف الاجتماعية كارثية، البلد صار مزبلة على الهواء الطلق، التناطحات داخل النظام الجزائري راهي في أوجها. دونك القضية المسألة الوحيدة اللي يقدر دركا، ماشي الوحيدة على كل حال، كاين مسائل أخرين راح يجيو يخلق. جات القضيه هذه تاع الرياضه، تاع كره القدم، تاع كاس الكاف، تاع الخريطه، ولهي بقضيه والصحراء وحق الشعوب في تقرير مصيرها، وراهم يتامروا علينا وراهو كاين تهديد، ومن بعد يزيد يدخل لك اسرائيل. هذه هي سبتمبر 2024. النظام الجزائري ما يشوفش بعد من ذلك. الناس ما عندهم حتى رؤيه.
الصورة رجعت ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل. مانيش عارف، انا جيت نطلع نهضر في المجال الرياضي، جو سي با انت تاع الرياضه ولا غير تاع السياسه. المجال الرياضي، وش تهضر في الرياضة؟ تهضر على الدوري المنحرفين مثلا؟ لا لا لا، انا جيت نهضر على هذا القضيه تاع اللي صرات تاع اللي صرات هذه تاع بركان. وعلاش انت هذه بانت لك قضية رياضية؟ اين الرياضة في الموضوع خويا؟ تفضل. لا لا، هذه راهي مجرد قضيه رياضيه. مثلا انا كجزائري نعرف بلادي كي جابت الاستقلال وحرت ارض تاعها، وشفنا هما كي حروها. دروك انا نشوف بلي باش تدخل لي خريطه في تريكو تاع قميص تاع رياضه ما عندها حتى خويا معنى. كيفاش شوقي جبنا، لا نسقسيك، كيفاش جبنا الاستقلال مثلا نتكلموا رياضيا؟ هل الرياضة كان عندها دقيقة؟ نسقسيك خويا، مادام انت نحكي معاك رياضة خويا، نحكيو معاك بولا رياضيا. الجزائر، هل كان دور الرياضة لكرة القدم خصوصا في استقلال الجزائر ام لا؟ بيان سير كان عندنا فريق جبهة التحرير اللي كان من مقومات الله الثورة، ومعروف تاريخيا. لما تعرفش مقومات الثورة. بيان سير. نعم. الله يا خويا حيرتني على بالك. هذه حاجة باينة. خويا نوري لك واحد الوثيقة برك تاريخية، على بالك هذه الوثيقة واش؟ مانيش نشوف فيها ليماج اللي با. دوك نقراها لك، سامحني نغلق لك الميكروفون باش ما يرجعش الصوت ونكملوا برك. نقرا لك الوثيقة برك خويا. هاك غلقته وحدك، شكرا لك. فيدراسيون انترناسيونال دو فوتبول، الفيفا، في 3 ديسمبر 1958 يا جدك، وثيقة من الفيفا. تقول الوثيقة، والناس تقدروا تطلعوا عليها والقضية معروفة، تقول الوثيقة بأن الفيفا قررت معاقبة الاتحادية المغربية لكرة القدم لأنها لعبت مباريات سمحت للأندية المغربية بلعب مباريات مع منتخب جبهة التحرير الوطني، وهو ما تمنعه الفيفا وقتها. خونا راهو قال لك كرة القدم وقت الثورة وفريق جبهة التحرير الوطني كان من مقومات الثورة، يعني أن الدولة اللي انت راك تهاجم فيها ماشي ضحات بنفسها من أجل الجزائر. ولما سئل محمد الخامس عن القضية هذه قال فلنقصى مدى الحياة إذا حبوا، بما أنه هذا من أجل الجزائر. الملك المغربي محمد الخامس عفوا. والفيفا عاقبت المغرب. خويا تفضل كمل لنا على الكرة، احكي لنا على الموضوع. دروك انا بالك هذا الكلام ما سمعتهاش، انا طلعت بلي نقول لك انا من هذيك نغير منهم باسكو قدروا يسيطروا على الكواليس. بصح السؤال اللي راح تطرحه لي جو بونس من هذيك البلاد من في 1958 تحكي؟ لا نهضر لك على حاليا، الكواليس الحاليه في الكاف الافريقيه تعرفها. على قضيه تاريخيه، انت كجزائري متشبع بالروح الوطنيه، وقلت لي باللي منتخب جبهة التحرير الوطني من مقومات الثورة التحريرية. ما رأيك في أن المغرب عوقب من أجل أنه لعب مباريات مع فريق جبهة التحرير الوطني؟ هذه ما شوقي هذه راهم يقولوا فيها، بصح ما عندها حتى مرجع. هذيك الوثيقة اللي راك تشوفها. خويا معليش تغلق لي الميكروفون نزيد نسمع لك. تفضل عطيني اون بروف كونكريت. كونكريت خويا، كونكريت. هذا جماعة التلفزيون العمومي. La FIFA, la Fédération internationale, sur autre chose. Parce que c'était pas. Nous, on était interdit de jouer à l'époque quand on a quitté la France. Quand on a quitté la France, enfin l'Angleterre, tout ça, on était interdit de jouer avec les clubs étrangers. On n'avait plus droit. On est الصورة برك. Coopérative, tout ça. Une excuse française. La FIFA va même plus loin. Elle menace d'exclusion tous les pays qui recevraient officiellement l'équipe du FLN. La France, membre influent de la fédération, est ravie. Mais d'autres pays membres, les non-alignés ou ceux du bloc de l'Est, sont bien ennuyés. Comment tendre la main aux footballeurs du FLN sans se faire exclure? هنا قال لك بأنه فرنسا كان عندها دور كبير وقتها في الفيفا وقت الثورة التحريرية، وكانت تمنع أنه أي منتخب ولا أي بلد يواجه منتخب جبهة التحرير الوطني. وحتى دول الشرق اللي كانت تدعم الثورة التحريرية ما لقاتش كيفاش تخرج من الوضع هذا.
ont eu l'astuce de dire, au lieu que ça soit leur équipe nationale, de dire c'est de telle usine, Tractor. اي جايه. Certaines entreprises qu'ils avaient ou certaines sociétés. Alors ça passait sous silence. Et donc ces clubs n'étaient pas sanctionnés quand ils participaient en Coupe du Monde dans les éliminatoires. Parce qu'ils n'avaient pas le droit de jouer contre nous. Parce que... سامحوني. Le courage d'aligner son équipe nationale contre celle du FLN, le Maroc. Un seul pays a le courage d'aligner son équipe en face de l'équipe du FLN, c'est le Maroc. بلد وحيد كانت له الشجاعة في أنه يقدم منتخبه ولا أندية تاعو للعب ضد فريق جبهة التحرير الوطني هو المغرب، وهاي من التلفزيون العمومي الجزائري من قناة كانال الجيري الناطقة باللغة الفرنسية. خويا رانا جبنا لك الدليل، تفضل اعطينا موقفك من انه من دعم المغرب لمنتخب جبهة التحرير الوطني. لا تدروك، شوف ليبوك اليتي وحنا تاني هذاك الوقت كنا حالين الحدود وكانوا يستفادوا من خيرات الجزائر. خويا كنت تقول باللي الاستقلال تاعهم جابوه وكذا وكذا، هما دعمونا في الاستقلال. خلينا شوف دروك دونك شوقي، انت تكذب الدعم هذا ولا تتاكدوا؟ شوقي راك باغي نهضر معاك فوتبول، نروحوا انا وياك لابا نهضروا. ما انت هضرت لي فوتبول وهضرت لي كانت كاينه شوقي، هضرت لي ثوره ومقومات الثوره التحريريه اللي هو منتخب جبهة التحرير الوطني. دونك الناس هادو وقفوا معنا وقت الثوره التحريريه لما كنا ماناش بلاد اصلا وكنا تحت الاستعمار. لا كنا بلاد خويا شوقي، وكان جدي وجدك مانيش عارف لا كان يحارب، جدي وجدك كنا نحاربوا. بلاد في الامم المتحده كنا بلاد، قلت لك خويا العزيز، وجدي وجدك كانوا يحاربوا على استقلال هذا الوطن. كيفاش كنت بلاد وانت تحت الاستعمار؟ كنا مازال ما مستقليناش. بيان سور كاين بلدان حاليا ومازال تحت الاستعمار، سي با اون ريفيرونس هذه. خويا ما هو تاريخ قيام الدولة الجزائرية؟ 62 الجزائر المستقلة. دونك في 58 كيدعمونا المغرب في وقت جبهة التحرير الوطني، ما كناش دولة أصلا وهما داعميننا. لا كنا نحاربوا على الاستقلال تاعنا، كانت كاينة الجزائر كيف ما كنا. الجيش تاع الحدود أين كان خويا؟ كالجيش كي داير فيهم؟ عندنا الحدود. جيش واحد كنا نحاربوا على الاستقلال، عندنا جيش جبهة التحرير الوطني. جيش الحدود أين كان خويا؟ جيش الحدود أين كان؟ كان عندنا في كاع لي فرونتيير تو لي كوتي تاع الجيري. أين كان جيش الحدود؟ ما فهمتش لا كيسيون تاعك، ما فهمتهاش. أين كان يتواجد جيش الحدود؟ أعطيني المناطق التي كان عندنا في لا فرونتيير ويست ولا فرونتيير است شوقي. لا فرونتيير است شكون؟ عندنا لا فرونتيير است ليبيا تونس، وعندنا منا عندنا هذيك الجهه اللي هكا. جاتك صعيبه شويه. انا ما نقولهاش، انا شوي با فير. خويا انت تحترم هواري بومدين، محمد بوخروبه المدعو هواري بومدين، ام لا تحترمه؟ انا نحترم اي رئيس حكم بلادي، وين كان نحترمه به بتاريخه. اين كان هواري بومدين وبوصوف ومن معهم قبل استقلال الجزائر؟ كانوا يديروا استراتيجي في بلاد اللي اكوتي دو نو كيما نقولوا، بلاد استراتيجي، وكانوا يديروا كاين الناس كانت تحارب بالسلاح، كاين تحارب. بلاد دعمك وقت الثوره التحريريه ما تقدرش تسميها دروك، هذاك اون ايبوك فاتت. انت كيفاش تسمى؟ انت تسمى باللي كان نستعملوا المصطلح الشعبي البسيط، انت ناكر خير. ماشي ناكر خير، ودرك واحد يدير فيك خير ومن بعد يديرها لك فوق البوله. لا هذا ماشي خير برك، هذا رانا كنا في مواجهه الاستعمار الفرنسي، رانا كنا في مواجهه واحده من اكبر القوى في العالم وقتها. تسمى لو كان اي دعم يجينا منين جانا ناخذوه في الكره، غير هما دعمونا، غير هما ضحاو بنفسهم. تعرف باللي الشقيقه تونس رغم انه دماءنا اختلطت بدمائهم، لكن في مساله الكره هما لما جاو عقوبات الفيفا انسحبوا. بقات غير المغرب هي البلد الوحيد باعتراف كانال الجيري التلفزيون العمومي، البلد الوحيد اللي قبل يلعب مع منتخب جبهة التحرير الوطني. قلت لك لو باسي كانوا كاينين دي دو كوتي. خويا ما رايو كان زين نسقسيك، انت الدوله ما تسميهاش اصلا، ما رايو؟ انا ما نسيتيش داك لو بلي. واحد اسمه سي ان دروا بيرسونيل شوقي، عندي الدروا. عندك
ايوا انت ماكش جزائري، انت ما عندك علاقه بالثوره، ما عندك علاقه بتاريخ البلاد انت. دونك نزيد نسقسيك على حاجه اخرى. ملك اسمه محمد الخامس، واش رايك فيه؟ محمد الخامس ما نعرفهش، ما عنديش الهيستوريك تاعهم ملك مغربي، وما رايك في لا على الملوك بالي بو هذا اللي راه دروك ما باين رايك في هذاك ملوك 5 المغرب؟ نيميرو 6 هما، خويا ماهوش بوه خويا. ولا انا بان لي بوه هما يسموا 1 2 3 4 5. شكرا لك خويا العزيز، تشكر على مرورك. يسميو ان دو تخو. تعرفوا الكوسيون انتيليكتويال الاي كيو، ساعات نحس باللي راهو على المباشر راسي قاعد يهبط هكا صراحة. عيبك تقريبا تسمى توصل لواحد الدرجة تقول بأنني عاجز في بعض الحالات، لازم طبيب تاع أمراض عقلية. ما يبقاش في الجزائر، ما بقاتش إمكانية تاع أنك باسكو تناقش إنسان في البداية تقول له رياضيا، يقول لك ما دعمونا ما والو، راهم يتآمروا علينا. تجيب له الوثيقة بأنه هادو الناس هم الوحيدين، يقول لك لا هذه الوثيقة ومنا جيب لي الدليل. تجيب له الدليل من التلفزيون العمومي باللي المغرب هو البلد الوحيد اللي قبل يلعب مع فريق جبهة التحرير الوطني وتعرض إلى عقوبات قاسية. لا أنا ما يهمنيش وكذا وما نهضرش واسم البلد ما نذكروش، حتى توصل لمحمد الخامس باباه تاع محمد. فريمون ان شاء الله يجي نهار برك ويجي واحد من انصار النظام ويعطيني حجج دامغه ويسكتني باش ما نزيدش نهضر خلاص في الشأن الجزائري. هذاك الوقت نرتاح الصراحه من الهبال هذا يوميا. جماعكم تضربوا على الشاشه ولا والو؟ هل هناك ضرب على الشاشه؟ اذا ما تضربوش على الشاشه ما درنا والو. حالة شوية بلوكي. جماعة مرة أخرى موضوع داخلي جزائري. شكرا للجميع. بالنسبة للناس اللي مساء الخير، تفضل. لاباس؟ مساء الخير أخويا، لاباس؟ الحمد لله. الله يهنيك. ما تقولش مساء الخير، ما تقول لنا السلام عليكم يا خويا، سلم علينا. قلت لك السلام، قلت لك. مرحبا اخويا، تفضل. مرحبا. من حق تروطار بك في الله بسمع فيك شادر مش عارف. مرحبا. عندك مداخلة معنا ولا برك حاب تسلم علينا برك؟ لا حاب نفهم برك انا واش كنت تهضر. حاب تفهم، تسمى انت جيت ما على بالكش الناس على واش تهضر، انت تطبطب في باب هكا تاع دار، طبطب عليهم تقول لهم انتم على واش قاعدين تحكيو، واش راكم ديروا. هو من المفروض تبقى لتحت تسمع ومن بعد تطلب وتطلع وتعطينا الزبده تاع واش كاين في راسك. لا الحق تروطار برك انا نسمع فيك شاطر. دعمونا ودعمونا، فاش دعمونا؟ شكون اللي فاش دعمونا اخويا؟ نسمع في المروك دعمونا، واش دعمونا المروك؟ ايوه دعمونا في وقت الثوره التحريريه اخويا. وين دعمونا هذا؟ وش هذه؟ منتخب تاع جبهة التحرير الوطني. شكون اللي لعبوا معنا؟ دعمونا هكا. كي لعبوا معنا سما دعمونا هكا. وفي رايك تعرضوا المنتخب الوحيد البلد الوحيد هزوا سلاح هما جاوا يحاربوا معنا. الله اكبر، عمرهم ما هزوا السلاح معنا. هزوا سلاح، عندهم شهيد هما. خويا جيش الحدود اين كان؟ جيش الحدود الجزائري يا زبيت زيري نقش انا ما كرغ نعطي حتى نهارك بعد. خويا لو كان بينت اخلاقك من الاول
وعلاش تعب روحك وعلى بالي راك ما قادرش. يعني شحال بقى معانا دقيقة، ما قدرش يصبر أكثر من 60 ثانية. بزاف بزاف عليه مسكين، صبر صبر صبر. هو حط روحو درك راه حس بها ساعة وهو حاكم هذيك التربية تاع بيوت الرذيلة، ما قدرش مسكين، الطبيعة تاعو تغلب، ما قدرش يعبر. وخليناه وعبر، وخرج التربية تاع بيوت الرذيلة اللي داخلة فيه في الأعماق تاعو. قلت له وين راه جيش الحدود؟ طيح الهضره. سامحونا جماعه برك الشارجور. سامحونا الحاله رايحه تطفى كليا. انتم زيد ما تضربوش على الشاشه، هذاك هو بعد. لا هذه لا باتري هنايا. يغيظوني تربية بيوت الرذيلة مساكن، يحاولوا والله غير عندهم نية ملي يدير هك محاولة يقول لك اصبر نحاول نناقش في برا في حياتي، بصح ما يقدرش دقيقة. ان شاء الله يجي واحد كش نهار يحكم على الاقل يحطم الرقم القياسي هذا. مساء الخير، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل. يا اسمح لي راه طلعت غير بالغلط يمكن. ما كان حتى مشكل خويا، شكرا لك. انت راك لاباس موالفين اللي يطلعوا مساكننا؟ نو. بلدان العالم كامل، واحد قال المغاربه، بلدان العالم كامل كيطلعوا الناس محترمين على العموم. اون توتاليتي احنا عندنا مشكل في الجزائر، المنظومه الاخلاقيه دمرت من طرف النظام الجزائري. حاله فارقه في العالم كله، التطياح السبان تلقى غير عندنا خويا. مساء الخير، تفضل. مساء الخير السي شوخي. مرحبا اخويا. كي راك مليح؟ والله غايه. والله نتبع ديما في لي لايف ديالك. من وين خويا انت؟ من خويا الموضوع راه داخلي مره اخرى. شكرا لك على مرورك. باردون. اوكي تشكر، ما كان حتى مشكل. علي السلام. تشكر. كاين اللي مازال ما فهموش باللي قضيه البوليساريو، باسكو على بالي كثر حتى الخوارزميه تاع التيك توك تجيب البوليساريو موضوع شأن داخلي جزائري. البوليساريو قضيه ترتبط باموال الجزائريين، ملايير الدولارات من اموال الشعب الجزائري. ما فهمتش علاش كاين اللي يحب يدخل روحه في المساله راهي في تندوف، جمهوريه تندوف، عندنا اراضي محتله في الجزائر، اموالنا كجزائريين راهي ضايعه في القضيه، راهو موضوع داخلي 100%. ما نبقاوش كل خطره نعاودو بعدا صفاتيكو، صراحه تولي متعبه القضيه. نحاولوا نطلعوا زوج ورا بعضهم ونسي. راه مزوج يدوروا. مساء الخير، تفضل اللي طلعت معنا. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل. كيف اخويا لاباس؟ غاية. انت جزائري؟ عندك مداخلة اخويا؟ انت جزائري لا؟ لا، من جمهورية الصين الشعبية اخويا. عندك مداخلة، عندك فكرة تطرحها معنا؟ ما افكار تاعك كاع ما
ما فيهم حتى فايدة، ما فيهم حتى خويا حاجة. الفكرة تناقش، الفكرة لا يعلق. أسنا نقريك خلينا ونربيك نهضر، خلينا نهضر. دقيقة نربيك شوية انا نقريك. مربي عليك وقاري عليك، الفكرة انت ماشي مربي، انت كي جيت الفكرة مربي لا، الفكرة لا يعلق عليها، الفكرة تناقش لا يعلق. ما تقدرش تقول جوستومون انا فكرة غنناقش مليحة فيك تاك تقول لي ماشي ماشي مربي. مليحة. شوف ماهوش شوف كي داير نقاش، ماهوش نقاش خويا. الفكرة تناقش، ما تقدرش تقول فكرة مليحة وفكرة ماشي مليحة. الفكرة تعطينا انت الحجج تاعك، الحبة حمص في الراس اللي خلينا كاع عندك من الفكرة، تخدمها. من الفكرة. تفضل تفضل. خلينا كاع من الفكرة وخلينا كاع من هذا الشيء اللي تهضر عليه تي. روح خلينا عليك كاع، انت، خلينا انت كاع من جزائري. الدنيا. حاب تهضر عليا؟ جزائري ديجا عندك هنا واحد في الميساجات هنا راهي كاتب. اصلا نسكتوك خويا. انا راني حاب نردك كائن. انا قلت لك انت في الحاله تاعك صراحه مع احتراماتي لك الشديده نربيك، كي تكون هنا هذا، كي تكون في مستوى الاشخاص تقول لي انت راك هنا راك في الحضيض، من بعد تقدر ترتقي شويه تطلع المستوى تحكي على الاحداث، من بعد تقدر ترتقي اكثر وتتكلم على الافكار. وانا ما عنديش مشكل اننا نبقاو هكا شويه بين الاحداث بين الافكار ونبقاو نتراوحوا شويه، بصح المستوى تاع الاشخاص راك في الحضيض، راك تعطي صوره مش مليحه ليك وصوره مش مليحه للفرد الجزائري كجزائري. تفضل خويا، عطينا ناقش فكره، اعطينا رايك في الجزائر، اعطينا الايجابيات اذا كنت تدعم النظام. تفضل افتح الميكروفون خويا، عندك ميكروفون هنا تقدر تفتحه او هنا تكا عليه. سمعتني خويا؟ 1 2 3 فيفا لاجيري، وتحية الجزائر وتحية بلادنا. شكرا. وما نولوش كاع مشاريع خويا. والو خويا، المارشارير مكسر مهرس خويا. ماشي مكسرة، ماشي مكسرة، مهرسة خويا دقيقة نقول لك حاجة برك، اسمع. والجزائر راهي كبيرة عليك، الجزائر كبيرة عليك. انا جزائر بلادي، انت اللي كبيرة عليك. ما انا جزائر بلادي، انا ما نكرت. انت ماهيش كبيرة عليك خويا الجزائر. لا انا ماشي جزائر كبيرة عليا، انا جزائر بلادي. شكرا خويا. بلادي ورزقي 1 2 3 فيفا لالجيري. راني نكملها لك انا، فكرني في خونا الصراحة. عباك نقدر نسمعوا هذا. نقدر نسمعوا عباك. بقيت كي شفتها اول مره بقيت نسمع فيها اون بوكل. اولا نبكي على حال الجزائر، بصح صراحه روعه نسمعوها. وين راح؟ تحية فلسطين. تحيه فلسطين. فلسطين فيفا الجيريا. 1 2 3 فيفا الجيريا. وانت تكنا هذا. Das ist jetzt kompliziert. Das ist jetzt kompliziert. 1 2 3 فيفا الجيريا. وقعد 1 2 3 يا خو، غقعد يا خو، كيما خونا اللي كان معنا ما شاء الله عليه. واحد قال لي كيف والله نسخة تخاف يكون هو شخصيا. مع اللي يطلع ناقش، اعطي رايك في مد الايجابيات تاع النظام الجزائري، راك حر، بصح ناقش، اعطي فكره، اعطي صوره مليحه لنفسك، اعطي صوره مليحه للجزائر على اساس اننا ناس متربيين، ناس نقدروا نتناقشوا، ناس نقابلوا الحجه بالحجه والفكره بالفكره، ناس ما نبقاوش في مستوى الاشخاص، ناس نرتقيو شويه. هذا واش رانا محتاجين. مساء الخير، تفضل. عندك مشكل في لا كونيكسيون خويا، عندك بار. الو مساء الخير، تفضل خويا. لا كونيكسيون. الو عاود دير الطلب تاعك خويا. السلام عليكم. وعليكم السلام. هكا راني هبطت ورا ويحكي درك. السلام عليكم. وعليكم السلام. عباك في الجزائر تقول راك في اون ديمونسيون واحده اخرى، تقول راك في واحد المجال هك لا كونيكسيون، ما تهضر مع واحد يرد عليك بعد دقيقه نورمال. الشاشه سوداء، ما تضربوش على الشاشه ومن بعد تقولوا لي الشاشه سوداء. قلت لكم التيك توك عنده منطق.
الضرب على الشاشه. دقيقه درك نديبلوكيو برك ونكملوا. هذا فار. كارثه. انولي. رجعت الشاشه درك. اوكي. قلت لكم تيك توك عنده منطق بسيط. يا تلعب اللعبه تاعو اللي هي هذوك الحكايات اللي يديروهم هذوك تاع لي جو كلش، هذوك مستحيل نديرهم مع صراحه مع احتراماتي. يا تلعب هذوك يا يهلكك في الخوارزميه في لي ريكومونداسيون هذوك الاقتراحات وكلش، ويهبط لك لي لايف والحكايات هذوك. دونك الحل الوحيد على الاقل نقصوا شويه هو الضرب على الشاشه والتفاعل هذو ولا خوتنا اللي يتفاعلوا بالحكايات هذو تاع تيك توك. سيتو. يعني ما عندك حلين لا ثالث لهما. يا تلعب اللعبه تاع تيك توك يا يبعدك الجنه. عاودوا لنا الطلبات برك يا جماعه، راهو يتعاود درك الكاست هذاك ولا كيفاش تسميوه. عاودوا لنا برك الطلبات تاعكم واكون لكم من الشاكرين. لا هادو لي كونت ابن الدولة العميقة. مساء الخير، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل خويا. واش راك يا خويا شوقي؟ والله غاية جنرال توفيق معنا ولا شكون؟ لا 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 لا، عبد البسيط. مرحبا خويا، راك مسمي روحك ابن الدولة العميقة، خلعتنا يا خويا. لا لا، علاش تخلع خويا؟ يا خويا الدولة العميقة واش بيك؟ الجنرال توفيق اللي ما فيش كرشو تبن ما يخافش من النار. شوف الدنيا هادية والله ما كان واحد ما فيكرشو شوية تبن. اما لا كل واحد يعص. هذيك هي. تفضل خويا. صافا شوقي. والله غاية. الحمد لله. من فضلك والله غير دخلت ربي المبارك. عندي فضول صغير. واش الموضوع اليوم؟ فضول صغير برك. ها. دوك نعرفك بالموضوع تاع اليوم. شكرا لك خويا. اي صح. صح خويا. كاين اللي طلعتو قبيله هذاك وعنده مشكل تاع لا كونيكسيون. الجيرينو هذا ماشي يغني، كاين واحد يغني اسمه الجيرينو. السلام عليكم. وعليكم السلام. الجيرينو خويا. الزول فلك الشوقي. الزول يوما مرحبا. هذه غيبة سي شوقي. والله لا يغيبك. ما راكش تطلع على عندي بزاف ما طلعت ليش. اخويا مرحبا. هذا الكونت الموضوع يعني تاع الدولة العميقة. ايوا اسمع، الدولة العميقة مليحة خويا، واش بيها؟ واش خصها؟ الغلطات الناس قاع تغلط. ما طلعتش كاع معك يا شوقي. تفضل. او ديكالاج او ديكالاج شحال مختار نطلع بصح ما طلعنيش، مانيش عارف. او ديكالاج شويه هكذا ومن بعد ديكالاج خويا. عاود دير الطلب باني نشفع لو كونت تاعك، سامحني. سينو على بالك تيك توك يبعثنا لا ديكالاج. نخليو برك يعاود تبلوكي لنا هكا. ويت اسكو الصورة كاينة اكرون نوار؟ ما والله ما على بالي الاشكالية هادي. جماعة يعطيكم الصحة، مليون صاحبي، الله يعطيكم الصحة. على الاقل هكا كش ما نقصوا شوية كم تشوفوا في الاشكاليات هادو تاع رجعت. اوكي دونك ما نهبطوش هذا الكاست هذا ولا ما على باليش. تعبونا يا خويا، الله تعبونا تاع الصح. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل. ويا شوقي واش راك لاباس؟ والله غاية.
كيف حتى طلعتني يعني درت هكاك عالتير. غلطت. مش غلطت قصدي درت عالتير، قلت بالك يعني ويطلعني الساعة طلعتني. خويا حنا على بالك الحالة مخلطة، عندنا طابور بصح شوية الناس تدخل ياش راه واللي جات التيرات فيها. طابورة مش غير عندك اخويا، الطابورة هنا تاني كاين طوابير مش طابور برك. يا الله المستعان. تفضل خويا. والله طوابير. يا خويا عزيز راح نسقسيك ايوا. في هادي صراب باغي نسقسيك، راك اول مشارك في الفقرة تاعنا اليوم، اي فقرة في باغي اللايف هادي نسقسيك دابا. راني تفرجت الفيديوهات تاعك باغي نسقسيك، هي حصة هادي. دايما والله تتخلط كي تجي باغي والله نسقسيك. تفضل لا خويا. لا 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 خويا، انني مانيش كيما نقول حنا رانا في حالة يندى لها الجبين. تسمى ما عندي ما نزيدك الله غالب، راني في البلاد ونحكي لك تسمى. بون نحكي لك في هذه البوليميك اللي صارت هذيك غير برك كي جاي يلعب المنتخب تاع الدولة الشقيقة تاع المغرب. النادي هي تاع بركان. كي جاي يلعب ومدايرين الواحد تاعو الخريطة تاعو مداير فيها الصحراء الغربية. وي ما فهمتش انا واش قاعد يصرى، اسك تاعنا اللي صحاح والاخرين اللي غالطين ولا ما فهمتش انا. وانت خويا نسقسيك انايا، انت كيقول دركا الصحراء الغربيه، انت بالنسبه لك هذه وين جات هذه الصحراء الغربيه؟ وين بلاصه؟ جات تحت المغرب. تحت المغرب. وشكون ساكن فيها؟ شكون عايش فيها؟ شكون؟ على حساب ما نتبع فيك انا ما نعرفش القضيه هادية، ما نعرفهاش خلاص. نعرف مدينة العيون اللي مالت تنعتها للناس. شفت التصاور تاع العيون. والله يا خويا خير على الجزائر صدقني. شوف هما اللي يا دار الانسان يا اخي، انا ما كذبتش حتى انا عندي رايي وكل يا اخي. كي تشوف الصور وتقارنها باي مدينه جزائريه راك على بالك. هي شوف حنا ما عندناش ري ناسيونال كيما اللي في العيون، ما عندناش حنا عندنا لا غالب. حنا الطرق تاعنا ربي يبارك سما الحفر وين تروح كاينين، ما عندناش بنية تحتية. انت في رايك منطقي باللي حنا البلاد تاعنا في الظرف هذا ولا المشاكل اللي عندنا نعودونا رايحين نحروا بلاصه كيما هذه اصلا؟ واش دخلنا في خريطه تاع بلد واحد اخر حنايا؟ واش حكايتنا يعني صح في هذه صح. انا من هذا المنبر نقول لك نحرر رواحنا الساعة، انا نقول لك ندعم القضية تاعنا الساعة قبل ما ندعم حتى قضية الجزائر. متفق معاك 1000%. وما تنساش خويا برك باش نعطيك بالك انت ماكش متابع، اذا بلادنا راهي في الظرف هذا تاني راهم كاين دراهم رايحين لهادو الجماعه تاع البوليساريو اللي راهم في تندوف. باش تكون في علمك الناس هادو راهم في تندوف. روح خويا بعد انا نعطيك حاجه، لكن بالك راك شفت لي لايف من قبل ولي فيديو. روح الفيسبوك، عندك فيسبوك؟ نعم عندي من بعد ضرب طلع اكتب سوق الرابوني الافتراضي وروح شوف السيارات اللي يبيعوهم هادو تاع البوليساريو للجزائريين. انت مثلا جزائري جون هكا راك تبان جون في الصوت تاعك، راني صغير يعني. لو كان تحب تدخل طوموبيل ويتوديون، لو كان مثلا تقول تحب تدخل طوموبيل من اسبانيا تاع التسعينات تدخلها بسومه خفيفه نورمالمون. واش على بالي على بالي ندخلوه غير موان 3 حنا. صح. بصح تاع البوليساريو اللي ما همش جزائريين وعايشين في تندوف ويقول لك رانا عندنا قضيه، هما يدخلوا السيارات كما يحبوا من اسبانيا خويا والله ويبيعوها للجزائريين. وراني مداير فيديو على الموضوع هذاك تقدر تشوفه من بعد براحتك. صح راه هو في الميزانيه تاع 2023 لما كتبنيش ربي ولا 24 لقيت صارفين 400.5 مليار دولار. هي شوف حنا هذه لو كان تركز برك في الميزانيه تاع الجيش تاعنا اللي راهي رايحه ب 23 مليار دولار، او جزء كبير من هذه اصلا راه رايح للناس هادو مع ناس اللي تاوعنا. ما ندخلوش معاك انت في القضايا، نهضروا برك على الجهه هذه تاع البوليساريو. انا نقول لك برك روح حوس خويا براحتك، زيد شوف بالك انت ما تعرفش، روح اكتب. راك شفت العيون راني دائما نوريها، وروح شوف الداخله ثاني مدينه في الاراضي هذه. هما يقولوا لك مناطق محتله هادو.
يا خويا انا يبان لي المناطق انا كي نشوف ولايه باتنا يبان لي هي المحتله واللي تتعرض للقصف، كي نشوف باتنا بركا. واش الفيديو هذاك تاعك هذاك اللي قال لك يا ربي مدينه باتنا خير على الطريق خير على فرنسا؟ لا هذاك قال لي الريس هذه في الجبل خير من المانيا. والله ألمانيا قال لي صح ما شفتو. والله يا اخي شوف دوك ما نكذبش عليك، والله تقول مضروبين بالنووي قسما بالله. شغل ما فهمتش انا. حنا هما القدس المحتله وحنا هما حنا اللي شفنا يقول لك حنا اللي راهم يقصفوا فينا، والله حنا اللي والله حنايا عندنا لهنا انا ساكن في قسنطينه على كل حال. انا هنايا في قسنطينه عندنا هكا مناطق كيما نقولوا حنا بعاد شويه على السونتر فيل، كيما ديدوش الحامه، بني حميدان، الدوزي، عين عبيد يا خويا. عين عبيد صحيت. والله يا اخي يقول لك هما حنا نضحكوا ميدات بعضانا واش نقولوا اللي هادو هادو البلديات هادو الصغار يقول لك اللي ما يبنيش دارو اللي ما يلبسهاش ماهوش راجل. قسما بالله يا اخي احنا نضحكوا بها كنقصروا بها. يبني بريميطاج يبني دوزيام ايطاج يخليه حمر بعد، وهكاك جيرانو بكل حمر بالبريك غير بالبريك. وحنا الاحياء كامل منين تدخل تلقى غير البريك. غير البريك. وبلا ما نحكيو سما بلا ما نيغاس سما باللي راهي بلادنا الله غالب. حنا نطلبوا من ربي يجينا كيما نقولوا حنا مسؤولين يكونوا يخموا شويه على البلاد هذو سما يكون يلا على باليش. لازم حنا تاني لازم نفيقوا شويه. حنا يعني شوف كشعب كجزائريين لازمنا نفيقوا ونفهموا. صح والله. شوف والله نفيقوا صح. كاين عباد فايقين ويخافوا برك اخويا شوقي، هم يخافوا برك. راه والله غالب راهو النظام هذا من التسعينات هو يزرع في الرعب في الشعب حتى شغل حسسهم باللي راهم كون يهضروا يموتوا. فهم كاين عباد هكا. انا مانيش قاعد نقول الناس لازم تهضر، لازم الناس تفيق. يعني هذا اللي درك بداو يدخلوا له واحد الافكار باسكو يقمعوه يولي يدخلوا له واحد الافكار. مثلا القضيه هذه يقولوا له راه الناس داخلين بالتريكو حاطين خريطه تاع بلادهم راهم يمسوا بالسياده تاعك. كيفاش يمس بالسياده تاعي؟ واش دخلني انا في الخرائط تاع الناس؟ الخريطه تاع المحيط الاطلسي واش دخلني فيها انا تهمني بلادي خويا. والله يعطيك الصحة خويا العزيز. شكرا خويا شوقي ومرحبا بك في اي وقت خويا. الله يهنيك. نحييك من المنبر هذا خويا وشكرا لك جزيلا. وتشكر خويا يعطيك الصحة. تصبح على خير. تشكر. رانا نطلعوا يا جماعة بشوية علينا برك. نكملوا القهوة اللي بقات. كملوا ضربوا لنا على الشاشة برك يا جماعة. نكملوا على الأقل ما يكونوش الإشكاليات هادو تاع الشاشة كحلة وما على باليش. راهم 3 يدوروا تشوفوا فيهم 1 2 3. خاصنا نزيدو. C'est incroyable. Incroyable. نو ما بانوش. وعليكم السلام تفضل. واش راك خونا لاباس؟ والله لاباس خو. خونا حبيت انا نهضر في واحد باك شغل انت ما تزعفش بالصحة. ايوا انت شغل راك تهضر على الصحراء الغربية والجزائر. اين تقع الصحراء الغربية خويا؟ يا شغل اين تقع الصحراء الغربية الاخ؟ اسمها باينة وين تقع، ما بين الجزائر والمروك لتحتها باينة. ما بين الجزائر ماشي ما بين الجزائر والمروك، هي طلع على واسمو على الاطلنطيك على واسمو هاي جاي من تحت. وشكون عايش فيها خويا؟ عايشين فيها المغاربة. شكون عايشين فيها؟ دونك بلادهم؟ لا ماشي بلادهم.
ايوا دوك ما على باليش بلادهم ماشي بلادهم دوك هذيك المهم هما انت تهضر وخلاص. هما دوك راهم لاجئين هكذا. علاش كاع الناس شكون اللي لاجئين خويا؟ الصحراء الغربيه دول لاجئين عندنا. معناتها ما كانش صحراويين في الصحراء عايشين في العيون وفي الداخله وفي معليش بصح دوكاتيك هذا الامر هذايا اللي تحكي عليه نتايا هي احنا أيوا. دوكاتيك الاولى نتركوا هذه تاع الصحراء الغربيه ونروحوا نحكيو على فرحات مهني ولا حاب يدير القبائل، حاب يدير بلاد في تيزي وزو. انا ما نهضروش عليها، احنا القبائل ما نعرفوش به كاع. انت حاب تقسم بلاد، انت حاب تقسم بلاد ودركا مقلقك بصح اللي جاي يقسم لك بلادك. هذيك قضيه تاع استعمار، تصفيه استعمار. خويا نهار جا الرئيس الايراني للجزائر، الجزائر رسميا افتتحت تمثيليه لجمهوريه الريف. ناس عرايا جابوهم من اوروبا قالوا نفتحوا لهم تمثيليه. تسمى حنا حابين نقسموا بلاد واحده اخرى، ما نحكيوش اسيدي على القضيه تاع البوليساريو. لا تسمى انت مقلقك. انا ماني معاك ماني ضدك. لا ماكش تقلقني والله ما تقلقني. لا ماشي هذه قضيه تصفيه استعمار، راك فاهمني؟ وقضيه الريف تصفيه استعمار، قضيه الريف تصفيه استعمار. هذه قضيه استعفاء. قضيه الريف بالنسبه لك تصفيه استعمار في الريف؟ ما نعرفش قضيه الريف، واش قضيه الريف هذه ما نعرفهاش، واش ما نعرفهاش خويا. علاش الجزائر فتحت تمثيليه تاع ما يسمى جمهوريه الريف؟ عرايا فتحوا لهم تمثيليه، علاش فتحوا لهم؟ انت في ميزك. انا نسقسي فيك، انت قلت لي عندك مشكل مع الماك. علاش عندكم مشكل مع الماك والنظام الجزائري يفتح؟ لا ما قلتلكش عن الماك، قلت لك انا علاش دوكاتيك ما تخليش هذا وتهضر على الماك اللي حبت تقسم دير بلاد في تيجي علاش عندك والقبائل ما مشيش تعرفي على ما ديروش حمله على هادوما اللي كيما نقولوا هادوما. وعلاش انت ما ديرش حمله اسيدي؟ نديروا حمله مشتركه، ما نقسموا بلاد واحده اخرى. لا ما نقسموش بلاد، نبداو حنا نسلكوا بلادنا ومن بعد ندوروا لي منا. دوكاتيك حنا دوك السوسه دخلت لنا لينا، فهمت كيفاش؟ هم حابين يقسموا لنا بلاد. وعلاش دخلت السوسه خويا نورمالمون؟ علاش؟ لقطاش باش الند بالند يخلفوا لك الطار، باينه بلي لازم يخلفوا لك الطار مادام انت شكون يخلف لك الطار خويا؟ شكون؟ باينين شكون الاعداء تاعك اللي راك ما تفاهمش معاهم. دوك على باليش هاد الاعداء وين يجوا؟ ينجموا هاد الاعداء مخفيين الاخ، ما كاش اللي ينجم يعرف هاد الاعداء. اضحك على روحك. هاد الاعداء انا ما نسميش، فاهمني؟ انا ما نقدفش، بصح كاينه حاجه. اسمع شوف، كاينه حاجه حنايا نبداو نخليو هذا الامر. قادر يكون واحد فيهم درك راهو هنا. حبيت نسقسيك، انت كي تشعل النار قدام باب دارك وداخل باب دارك باش ولا داخل دارك باش وين طفيها؟ يا خويا يدش على واحد وبالك النار هذه ثاني داخل دارك. معليش دوك حنا نتاو بهذا الماك هذوما تاع الزبل يا حابين يقسموا تيجي وزو يدخلونا شغل جمهوريه جديده، فاهمني؟ نديروا عليهم حمله. خويا اللي تسميهم سامحني النظام الجزائري ثاني تقول لهم تاع الزبل ولا لا انا ما نسبش النظام تاعي. انا ماشي ما نسبش النظام تاعي. باسكو تسب الناس نسبك كيف. علاش تسب تقول لهم تاع الزبل؟ ناقشهم. علاش تسب تاع الماك؟ وعلاش ما تسبش النظام الجزائري اللي حرق منطقة القبائل في 2021 وقال لك راهي الدولة اللي هاك؟ نهار كانوا يتحرقوا في منطقة القبائل نتوما اللي راكم تهضروا، سامحوني برك باش التقادي ما تقلقناش. نهار كانوا يحرقوا في منطقة القبائل نتوما اللي درك نديروا حملة ضد الماك، على ما درتوش حملة ضد النظام الجزائري كي كان يحرق في منطقة بأكملها؟ الناس نهار عائله باكملها حرقوهم في السياره تاعهم وبفعل النظام الجزائري. علاش نهار القضيه تاع بن اسماعيل اللي راحوا فيها درك الناس محكوم عليهم بالمؤبد، علاش ما طلبتوش يروحوا يجيبوا الشرطه هذوك يحاكموهم؟ وهذوك اللي بانوا في الفيديو عمرنا ما تحاكموا. علاش جامي درتو حمله؟ علاش ما درتوش حمله في 2001 لما كانوا يقتلوا في منطقه القبائل، قتلوا 128 شاب؟ علاش ما درتوش حمله؟ علاش ما قلتش النظام الجزائري كيفاش قال هذا اللي كان طالع زبل؟ علاش ما قلتش مجرمين اسيدي؟ ما تقولش النظام الجزائري زبل، قول مجرمين ونديروا حمله
نديروا حمله اللي قتلوا الناس في منطقه القبائل، ونديروا حمله الناس اللي رايحين يقسموا، بصح في نفس الوقت خويا كونوا رجال برك ونديروها. يا 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 لو كانت تسمعوا رواحكم في بعض الاحيان واش راكم تقولوا انصار النظام، تتقززون انتم بعد تتقززوا من الكلام تاعكم. الحمد لله انه اللايفات مسجله ديما بالك الواحد كي يشوف روحو يحشم شويه على روحو. راهم 3 طالعين اللي طلع هذاك هو يا جماعه. مساء الخير تفضل. شو مسمي روحو هذا؟ شحن حساباته يدير الفليكسي هذا. سبيطار وين تلقى العالم الجزائري على بالك ردونا على بالك الجناس درك كي يشوفوا منين يشوفوا العالم الجزائري تشوف حاجه تاع هبال. مسمي روحو شحن حسابات. يا ما نشوفش المشكل جو با انا من بعيد والله ما نشوف يعني لا خاصنا نزيدو نطلعو. شارجور دي كونت. مساء الخير تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام تفضل. مساء النور. تفضل خويا. عندك مداخلة معنا؟ عندي لك مداخلة ولا استفسار ولا معليش. تفضل. شوف بالنسبة لشوقي أنا راني الفان تاعك، عجبني النقاشات تاعك، بصح كاين نوع ما حاب نقول لك برك. اخويا انا ماناش في فان كلوب ولا انا راني نتكلم في الشؤون تاع البلاد. انا ما نهمك ما تهمني، انت ما تهمنيش وانا ما نهمكش خويا. تفضل. واش كيسيون تهمني ولا ما يهمكش الشخص تاعك انت، افكارك انه كيف راك تطرحهم. تفضل خويا. انا الفكره اللي حاب تناقشها. عندك مشكل في الصوت؟ الفكره اللي حاب نناقشها انه نتايا عطيك مثال كاين بعض الافكار الايديولوجيه تاعك انت عندك. اي كاينه بعض الافكار والايديولوجيات الطريقه تاعك القاء تاعها ربما هي نوع من كلي راك معمر وكلي فانتازيه هكا برك، فهمتني؟ لا دي تاع راك معمر هذه نظريه راك، هذه نظريه راك معمر هذه صعيبه شويه خويا. كيفاش تقيس انت الشحنه اللي راهي بداخل تماك؟ كيفاش تقيسها؟ ماشي نقيس ولا لا فاسون دو بارلي تاعك، يعني طريقه الاخر تاعك باين ان الانسان راهو كيما نقولوا حنا. خويا الفرق بيني وبينك انت ربما عندك جينات من العراق يجيو هادئين، انا راني من شمال افريقيا ابن عن جد. حنا عندنا انا ما نقدرش نصطنع شخصيه، لان اللي يهم هو الفكره اللي نطرحها. الطريقه هذيك مرتبطه بالشخصيه، مرتبطه بالسياق، مرتبطه في بعض الاحيان حتى بالاحتياجات تاع الفرد الجزائري اللي لازمه صدمه كهربائيه باش يستفيق من الحاله اللي راهو فيها. دونك الطريقه ما يهمش الاسلوب، المهم هو اننا نناقشوا الفكره تاع الشخص. انا ماذا بيا انت تعطيني تناقش فكره مثلا مختلف فيها معاي ولا، اما الاسلوب يبقى اسلوب على حسب الظروف، على حسب المواضيع. عندك خويا مشكل كبير في لا كونيكسيون. بالنسبه لك عندك مشكل كبير في لا كونيكسيون خويا. كنا في الجزائر. معليش انا في الجزائر. كرانا في الجزائر. كونيكسيون تاع القوة الضاربة. قوة اقتصادية. تفضل خويا.
أعطيني تعليقك، وحاب السؤال الموجه لك برك، تعليقك بالنسبة للانتخابات الرئاسية الجاية. تعليقي حول ماذا بالضبط؟ وش من جانب في الانتخابات الرئاسية؟ انتخابات، هل ترى أنه الجزائر كاينة اللي راهو أعلنوا الترشح تاعهم، هل هم عبارة عن منافسين أم مشاركين؟ شاك تشوف فيها أنت؟ حتى باش يرتقيو لمستوى المشاركين ما يرتقيولوش صراحة. يعني أنا المصطلح الوحيد اللي منذ الاستقلال ينطبق على الأشخاص هادو، وخصوصا في المرة هذه، هو يعني صراحة أرانب سباق. ما عندك حتى مصطلح واحد آخر تصف به هؤلاء. الانتخابات هذه بين ظفرين، انتخابات على كل حال، انتخابات يعلن عنها، تسمى الاستدعاء تاع الهيئة الناخبة يكون في جوان، ولا الحملة الانتخابية تكون في شهر أوت. يعني راهو يقول لك بصريح العبارة بأنك الشعب ماهوش جزء من المعادلة. يلا كونيكسيون عندك تاع القوة الضاربة للأسف، راك اختفيت وحدك. من نكمل نجاوبك خويا، سمعنا من تحت. والمرة القادمة إذا لقيت كيفاش تكون عندك اتصال، حاول إذا كنت راك في إذا كنت على كل حال راك في الجزائر، حاول تقترب من جمهورية كلوب دي بان ولا جمهورية موريتي وتتواصل معنا، ولا تهبط لتحت لجمهورية تندوف، كاين واحد البلاصة تاني فيها كونيكسيون مليحة. وحظ موفق. بجدية أكبر، الانتخابات الرئاسية قلت لك أنه تكون حملة انتخابية في شهر أوت، معناها راهو يقول لك بصريح العبارة بأنه الشعب ليس جزءا من المعادلة أصلا. هذه حاجة بسيطة. تشوف النوعية تاع مشاركين كما قلت، ولا تاع الأرانب هادو، تعرف وش هي. كش ما كاينة أصلا نقاش. الناس سنة في السنغال، سنة قبل الانتخابات الرئاسية بدات النقاشات، بدات المظاهرات، بدات سجن المعارضين، بعد الناس تخرج في مسيرات، وراهم وصلوا دركا إلى أنهم يكونوا نموذج في الانتقال، في الانتقال تاع السلطة، ولا في ما نقولش الانتقال الديمقراطي، لأنه بالمطلق السنغال في السنوات الأخيرة صراحة ما كانتش عندهم إشكالية. لكن حنا رانا في خلاص، رانا دخلنا في ماي محسوب. كش ما قاعد تشوف في نقاشات، كش ما قاعد تشوف في ساحة سياسية، كش ما كارثة. 1.5 مليون ضربة على الشاشة. الله يعطيكم الصحة. نزيدو جماعة، بقاو لنا 2 بلايص باش نكملو ضربوا لنا على الشاشة برك من أجل الحساب، من أجل البقاء تاعو. واحد قال لي التحزب لا يجوز، قول والله. مساء الخير، تفضل. السلام عليكم. الله يدومها ضحك اخويا، تفضل. عليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا خوالي بن زهرة عاد مكان. يا خويا مرحبا بك يا خو. صافي انت خالي. انا خالك. والله غير سيري وانا نحكي معاك، بالك تقول يتقاعد ولا. خوالي بن زهرة، صافي انت خالي. راك تضحك شوقي، راك تضحك. يا خويا نقول الحمد لله اللي ما طلعتش قلت لي راك بني، باسكو العبد يخاف ساعه كش ما تخرج له حاجه من هك ولا هك. شكرا لك اخويا العزيز. لا حق ربي غير بالزهر. معلي اذا صرات حاجه كيما هكا رجاء تواصلوا معي في الخاص. اذا كاين واحد راهو شاك كاين شي شبه ولا، تواصل في الخاص، ما تجيش تفضحنا قدام الجناز. لا الحوايج هادو يصراو غير في اللايف تاعي، انا ما فهمت. مره يطلع عندي طبيب، نهار طلع عندي طبيب قال لي انت راك راح تموت وراك مريض بليباتيت وما بقالكش. دوكا طلع واحد قال لي فضحني، قال لي راك خالي، وانا خليته مسكين ضيعته هكاك.
خالي شوقي. شوف اللي ما يزيدش يقول لي خالي تبلوكا في اللايف هذا. احترموا خلاص. دوكا رانا لقينا خالي شوقي والله. كنت نستنى في كل صغير في هادي صراحة. هي طلعت من اني نشوف فيها. جماعة شكرا لكم، نحبسوا هنا خير ما يجيو. اني قلت لكم اني خايف تروح لحاجة واحدة اخرى، كش ما يطلع الواحد هنايا واحد خليناه ضيعناه ولا حاجة. شكرا لكم جماعة، يعطيكم الصحة. اللي ماشي مشترك يشترك. راحت لي الهضره. الفيديوهات القديمه الناس اللي مهتمين بالمحتوى يقدر يروح يدير هذيك فافوري خصوصا باش الخوارزميه تاع التيك توك ما تهلكناش. وزيد خالي مش حتى عمي، نخليوها لزوجة يعني توصلوها لزوج ملاينة في خاطر خالكم شوقي. هاي بقات شربة تاع القهوة. يعطيكم الصحة خوتنا، شكرا لكم. هذاك هو والله. لا 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 لازم نسهلوا باسكو راني راح لازم نكمل الضحكة براحتي.